المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائيات التي نستهلها بالعناوين. إحياء اليوم العالمي للعمال على مستوى إقليم القشبركة في مدينة بارود. وزارة الزراعة تعقد اجتماع لمناقشة التقدم المحرز في الربع الأول من العام بالإقليم الجنوبي. توزيع جوائز في توراري على الطلاب المتفوقين في الإقليم الأوسط. روسيا والصين تعتزمان توثيق التعاون العسكري مع إيران. احتجاجات الجامعات الأمريكية تتوسع دعما لغزة. ومعطل 10 أشخاص جراء حريق في دار الضيافة بالبرازيل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. شهدت حاضرة إقليم القشبركة مدينة بارونتو في 27 من أبريل فعاليات احتفالية بمناسبة الأول من مايو يوم العمال العالمي، الذي يحتفى به تحت شعار الكفاءة المهنية محرك للتنمية على مستوى الإقليم. وقال رئيس فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في الإقليم السيد عبد صالح في رسالته إن الأول من مايو هو يوم عظيم يقوم فيه العمال بترتيب جوانب حياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، موضحا النضال الذي خاضه العمال الارتجيين عبر المراحل. وبهذه المناسبة ألقت فروع الشباب والمرأة والعمل والرعاية الاجتماعية كلمات دعم. ووفقا لرئيس متابعة المشاريع في فرع الكونفدرالية السيد قدوس مسجون، تم تخريج 77 موظفا، من بينهم 42 موظفة تلقوا تدريبا متمثلا على الحرف اليدوية وتكنولوجيا الكمبيوتر ومد خطوط الكهرباء وتركيب الطاقة الشمسية. وتم أيضا تقديم تدريبات مماثلة ل 68 موظفا في توكومبيا. وفي كلمته الختامية أكد حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي الحروي على أهمية التدريب المهني في الإنتاجية، وحث المتدربين على توسيع مجالات تدريبهم وتطوير مهاراتهم من خلال العمل العملي. من جهتها عقدت الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا ندوة حول علاقات العمل الثلاثية في أسمرة يوم 23 من أبريل كجزء من الاحتفالات بيوم العمال العالمي الجارية تحت شعار الكفاءة المهنية محرك للتنمية. حضر اللقاء الذي أوضح فيه معنى وأهمية علاقات العمل الثلاثية بالتفصيل. حضره وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية ورئيس فرع علاقات العمل السيد يوهانس ميكائيل، والرئيس المؤقت لفرع التشغيل السيد مكونن أصفها، ومدير ألفا لتجهيز الأغذية من اتحاد أصحاب العمل الإريتري السيد سمر أبهبتم، ومسؤول النقل والاتصالات من الكونفدرالية. وقالت الورقة التي قدمها المشاركون إن علاقات العمل الثلاثية التي تضم الحكومة وأرباب العمل والعمال، والتي تشكلها هيكلية منظمة العمل الدولية، تمهد الطريق للنقاش المشترك حول مختلف القضايا المتعلقة بالتشغيل. وذكرت الورقة بعضا من التجارب المتميزة لعلاقات العمل الثلاثية. وقال المدير العام لقسم العمل بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد والديسوس إليسا إن مثل هذه المنتديات مفيدة للتواصل وخلق تفاهم مشترك، وينبغي النظر إليها كجزء من برامج التوعية. وفي كلمته الختامية أوضح نائب الأمين العام للكونفدرالية السيد كبراب كيداني دور الكونفدرالية كجزء من علاقات العمل الثلاثية، مشيرا إلى العمل لتلبية طلبات العمال حسب الأهمية. وفي الوقت نفسه تم في 27 من أبريل الاحتفال بيوم السلام العالمي، الذي يصادف 28 من أبريل في أسمرة تحت شعار في هذا المناخ المتغير تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان سلامة وصحة العمال وأماكن العمل. وقال المدير العام لقسم العمل والديسوس إليسا في حديثه في المناسبة التي نظمت بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية والكونفدرالية الوطنية للعمال، قال إن المبادرات المتخذة لضمان سلامة وصحة العمال وأماكن العمل بدأت تتحسن من حين لآخر، داعيا أصحاب العمل والعمال والجهات المعنية الأخرى إلى اتخاذ خطوات جادة للتغلب على تحديات تغير المناخ الناجمة عن أسباب من صنع الإنسان وأسباب طبيعية من أجل تحقيق النتائج المرجوة.
وقال رئيس قسم علاقات العمل في الكونفدرالية السيد محمد إدريس باناي إنه من المهم اتباع الأحكام، لأن المشاكل التي تواجه العمل والقضايا المتعلقة بالعمل لها عواقب على المهنيين والمؤسسات والبيئة. يتم الاحتفال بيوم السلامة العالمي للمرة 21 في جميع أنحاء العالم ولأول مرة في بلادنا. عقدت وزارة الزراعة اجتماعا في مدينة مندفرة بالإقليم الجنوبي يوم 26 من أبريل لمناقشة التقدم المحرز في الربع الأول وتقديم الخطة الاستراتيجية الخمسية. وناقش الاجتماع الذي حضره أكثر من 120 مشاركا جوهر البرنامج الذي يتضمن تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية في 5 برامج، وهي تنمية الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية وتنمية المحاصيل وتنمية الثروة الحيوانية وسبل العيش المتكامل والأعمال التجارية الزراعية. ناقش خطة 2024 حتى 2028 للغذاء الآمن للجميع في كل مكان، كما تم تقديم الخطة الاستراتيجية الخمسية. وقد نفذت فروع قسم الزراعة والأراضي بالإقليم في الربع الأول من العام 2024 عمليات حفظ التربة والمياه وإنشاء شبكات الري والسدود الفرعية والتحضير لتنمية المحاصيل وتنمية الخضروات والفاكهة وصحة الحيوان والمحاصيل والمكافحة الزراعية والرقابة الزراعية أيضا، وأنشطة الحفاظ على الغابات والحياة البرية وتنميتها. وبعد المناقشة المعمقة دعا المشاركون إلى التركيز على الإنتاجية وزيادة الدخل بدلا من التوسع في الأراضي الزراعية، والحفاظ على التربة والمياه بشكل عام، وإصلاح الأراضي بشكل خاص، مناشدين بزراعة البطاطا الحلوة ليس فقط للإنسان ولكن أيضا لعلف الحيوان، وتقييم إنتاجية القوى البشرية المنتشرة حتى مستوى القرى، وتوفير خطة عمل واضحة وقابلة للقياس، وبدء بحوث وتربية تركز على الإبل، وتشجيع إنتاج المبيدات الطبيعية بطريقة عالية ومستدامة، واتخاذ إجراءات مهنية فورية مع وصول انتشار أعشاب ضارة للزراعة إلى مستويات تنذر بالخطر، والعمل بالتركيز فيما يتعلق بتنمية المزارعين النموذجيين وتطوير الري بالطاقة الشمسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واقترحوا إجراء أبحاث مناسبة حول إنتاج الثمار المرتفعات، وتشجيع إنشاء وتعزيز مؤسسات المعالجة الزراعية لإنقاذ المزارعين من الخسائر غير الضرورية، وضمان توريد جميع أنواع البذور في الوقت المناسب، بالإضافة إلى ممارسة رقابة جادة على استخدام وتخزين المبيدات الحشرية. وقال الوزير رفعين برهن أن وزارة الزراعة تطلق حملة الغذاء الآمن للجميع في كل مكان لزيادة الدخل الزراعي، كما أن الحكومة تنفذ أنشطة رئيسية من خلال المزارعين المثاليين وتنمية المحاصيل في القرى وبرامج الزراعة الأسرية شبه المتكاملة والمزارع التجارية الصغيرة والمتوسطة. وقال إن أنشطة الحفاظ على التربة والمياه لا تزال الركيزة الأساسية لجميع الأنشطة الزراعية، داعيا لتنفيذ مبادرة التنمية المحصولية المتكاملة على مستوى الأسرة لكل 1000 متر مربع في القرى، وتربية الدواجن، والتنمية المستدامة للبطاطا الحلوة في حقول المزارعين وحدائقهم، وبناء خلايا النحل وتربية الأسراب، والتنمية المتكاملة للقمح والذرة والأعلاف الخضراء، وإنتاج الأسمدة الطبيعية والمبيدات الحشرية، وإنشاء مدارس المزارعين والمراقبة والتقييم الجاد للبرامج المخطط لها. وقال حاكم الإقليم الجنوبي السيد هابتابتس فاسيون إنه ينبغي تقييم إنتاجية الخبراء الزراعيين على مستوى القرية ووضع آلية لزيادة مساهمتهم، والمراقبة الجادة للحشائش الضارة للمحاصيل، والدفع بأنشطة الحفاظ على التربة والمياه، وإصلاح الأراضي الزراعية التي تسير بخطى ثابتة لمزيد من الإنتاجية، حثا العيادات البيطرية الإقليمية على إيجاد طرق لزيادة مساهمتها وزيادة مشاركة كافة الجهات المعنية في التنفيذ الكامل لبرامج تطعيم الحيوانات. نظم الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا ندوات حول الحفاظ على الثقافة الوطنية والتراث الشفهي في كرم وعلا بالعد يومي 25 و26 من أبريل للطلاب والموظفين الحكوميين. وفي ندوة نظمت بمدينة كرن حضرها حاكم إقليم عنسبة سعادة السفير عبد الله موسى وقائد الجيش الشعبي العميد تخلى لبسو. قال رئيس الشباب في الإقليم الشاب الزازي برخة أب إن البرنامج يعد استمرارا للبرامج الموجهة للشباب والطلبة.
وأشار مقدم الندوة المؤلف والباحث في التراث الشفهي السيد سلمون صهيا إلى أن الحفاظ على القيم الثقافية وضمان استمراريتها مهمة قوية تتطلب القراءة والبحث، وعلى الشباب التركيز على ذلك. وقال سلمون: الفن والمجتمع لا يفترقان، مضيفا أن البلاد لديها تقاليد شفهية عريقة تؤكد على قيم المجتمع وتعزز التعاون والتواصل المتبادل. وشرح المحتويات الموثقة في الكتب للمشاركين، ودعا كافة شرائح المجتمع إلى المساهمة، فالحفاظ على تراث القدماء ليس مسؤولية المؤلفين فقط. ومن جانبهم أكد المشاركون على أن مثل هذه البرامج تلعب دورا مهما في تحفيز واستكشاف ريادة الأعمال لدى الكتاب والقراء الشباب. منح 165 طالبا منهم 90 طالبا حصلوا على درجات عالية وممتازة في الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2022-2023. منحوا جوائز في توراري في 27 من أبريل، علما أن الجائزة قدمت بالتنسيق بين إدارة الإقليم وفرع التعليم وكذا الشباب. وفي حديثه في الحفل قال رئيس فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط السيد سامسون كفلم إن جائزة في توراري يتم تقديمها للمرة الثالثة هذا العام، وقد سجل الفائزون أكثر من 90 نقطة. وأوضح رئيس فرع وزارة التعليم الأستاذ بلاي هبتجابر إن جائزة في توراري تساهم في تحقيق أهداف التعليم الأكاديمي، وحث الطلاب على الغيرة المقدسة واستكمال مستقبلهم بنجاح. وقال السيد صالح أحمد دين رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة إن الجوائز المقدمة للطلاب المتفوقين تذكر طلاب الشباب بقضاء وقتهم في التأثير الإيجابي لأقرانهم، علاوة على الفرحة التي تدخلها على المتفوقين وأولياء الأمور، مهنئا الحائزين على الجائزة وآبائهم. وقال الفائزون بالجائزة أن سر نجاحهم هو الجهد الشخصي ودعم ومتابعة أولياء الأمور والمعلمين. استشهد اليوم 28 من أبريل المقدم قرماي برهة قبرسلاسي والدبرهة عن عمر يناهز 68 عاما متأثرا بمرض. التحق المقدم قرماي برهة قبرسلاسي بصفوف قوات التحرير الشعبية في سبتمبر 1974، وخدم إبان الكفاح المسلح في القوات القتالية ووحدات سلاح الإشارة والأسلحة الثقيلة، وبعد الاستقلال خدم في قوات الدفاع حتى رتبة أركان اللواء وهيئة اللوجستيك في فرقة عسكرية ليخدم شعبه ووطنه بتفاني وإخلاص. المقدم قرماي برهة قبرسلاسي متزوج وأب ل6 أطفال، وتم تشييع جثمانه اليوم الأحد عند الساعة 4 عصرا في مقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب وزارة الدفاع عن بالغ حزنها باستشهاد المقدم قرماي برهة قبرسلاسي، وتقدم أحر تعازيها لأسرته ورفاقه. مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم على الصعيد العالمي. أبدت كل من روسيا والصين استعدادهما لتوسيع وتوثيق التعاون العسكري مع إيران، وذلك على هامش اجتماع المنظمة شنغهاي للتعاون الذي يقيم في كازاخستان. فقد قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون العسكري والفني مع إيران، وذلك خلال اجتماع مع نظيره الإيراني محمد رضا اشتياني. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن شويغو قوله إن الاتصالات بين الإدارات العسكرية في البلدين زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وقال شويغو في تصريحات سابقة إن إيران شريك استراتيجي لبلاده في الشرق الأوسط، وأن العلاقات الروسية الإيرانية في المجال الدفاعي تتطور بشكل دينامي وإيجابي. من جانب آخر اتفق وزير الدفاع الصيني مع نظيره الإيراني على تعاون عسكري أوثق. تتواصل لليوم العاشر على التوالي الاحتجاجات الطلابية في جامعات أمريكية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب على قطاع غزة المستمر منذ أكثر من 6 أشهر، فيما انضمت جامعتا كارولينا الشمالية وأريزونا إلى الحراك.
واندلعت الشرارة الأولى لتلك الاحتجاجات من جامعة كولومبيا عندما بدأ طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على استثمارات جامعتهم في شركات تدعم الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية التي ترتكبها قواته في غزة. وقد أشعل اعتقال شرطة نيويورك 108 طلاب من المعتصمين فتيل الاحتجاجات في جامعات رائدة أخرى بالولايات المتحدة لتتسع بعدها رقعة الفعاليات الاحتجاجية يوما بعد آخر. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مخيمات جديدة نصبت في جامعتي كارولينا الشمالية وأريزونا وسط استمرار الاحتجاجات الطلابية التي تطالب مؤسسات التعليم العالي بإدانة الحرب على غزة وسحب استثماراتها من شركات إسرائيلية. ذكرت إدارة إطفاء الحرائق بولاية ريو جراندي دو سول البرازيلية أن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون جراء حريق هائل شب في دار ضيافة في مدينة بورتو أليغري بجنوب البرازيل، ولا تزال الإدارة تبحث عن المفقودين. ونقلت الإدارة عن رجال الإطفاء القول إنه تم استدعائهم وأخمدوا الحريق في غضون ساعتين. وأضاف مسؤول محلي إنه لا توجد حتى الآن معلومات عن الأسباب المحتملة وراء الحريق. وذكرت إدارة إطفاء الحرائق أن المنشأة لا تحمل ترخيصا للعمل كدار ضيافة وليس لديها خطة لمكافحة الحرائق. افتتح معرض بكين الدولي للسيارات لعام 2024 حيث يتم تبادل العديد من التقنيات المتطورة واتجاهات الصناعة وعرضها، والتي أصبحت محور اهتمام صناعة السيارات العالمية. عرض هذا المعرض ما يقرب من 1000 سيارة، بما في ذلك 278 من السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة بزيادة قدرها 70% مقارنة بالدورة السابقة. وكانت نسبة 80% من السيارات التي ظهرت لأول مرة هي من سيارات الطاقة الجديدة، كما ظهر ما يقرب من 20 علامة تجارية لسيارات الطاقة الجديدة لأول مرة في معرض بكين للسيارات. وباعتبارها أكبر سوق للسيارات في العالم، أصبحت الصين محورا استراتيجيا للشركات الكبرى لصناعة السيارات متعددة الجنسيات، خاصة في مجال سيارات الطاقة الجديدة. أعلنت BMW ومرسيدس بنز بشكل مشترك عن إنشاء شبكة شحن فائق في الصين. نختم نشرة هذا المساء مشاهدينا في كل مكان بالتذكير بأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للعمال على مستوى إقليم القشبركة في مدينة باروتو. وزارة الزراعة تعقد اجتماعا لمناقشة التقدم المحرز في الربع الأول من العام بالإقليم الجنوبي. توزيع جوائز في توراري على الطلاب المتفوقين في الإقليم الأوسط. روسيا والصين تعتزمان توثيق التعاون العسكري مع إيران. احتجاجات الجامعات الأمريكية تتوسع دعما لغزة. ومعطل 10 أشخاص جراء حريق في دار ضيافة بالبرازيل. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.